إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء
وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عدل ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد بعد ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله.
subhanal karim daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari berzikir. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang beristighfar minta ampun tidaklah dianggap terus-menerus berbuat dosa meskipun ia mengulanginya 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang beristighfar meminta ampun tidaklah dianggap terus-menerus berbuat dosa meskipun ia mengulanginya 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Abu Daud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala masalah, memberinya kelapangan dari segala kesusahan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesempitan, memberinya kelapangan dari segala kesusahan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. An Az-Zubair radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an tasarruhu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Dari Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka apabila lembaran catatan amalnya membuatnya gembira, hendaklah ia banyak beristighfar. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka apabila catatan amalnya membuatnya gembira, hendaklah ia banyak beristighfar. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh beruntung orang yang mendapati istighfar banyak dalam lembaran catatan amalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang mendapati banyak istighfar di dalam catatan amalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhta'a khati'atan aw aznaba zanban thumma nadima fahuwa kaffaratuh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berbuat kesalahan atau kekeliruan lalu ia menyesal maka penyesalan itulah penghapus dosanya. Hadis riwayat Baihaqi. Diulangi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa membuat suatu kekeliruan atau kesalahan lalu ia menyesal maka penyesalan itulah yang menghapus dosanya. Hadis riwayat Baihaqi. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa,
dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari istighfar dan taubat. Insyaallah apa kita dengar, apa kita amalkan, dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا حقك وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.